السلام عليكم. هو لما ربنا سبحانه وتعالى بيبتلينا رحمة لينا، لكن الرحمة اللي هو هيبعتها لنا دي احنا ما نعرفش امتى ولا في انهي وقت. لكن هو ما بيبتلكش ابتلاء، اعوذ بالله قصدك يعني. سورة الكهف لنا فيها عبر، لكن احنا بنقرا من غير ما نتدبر، او انا انتوا بتتدبروا بقى، الله اعلم. وسورة الكهف لما ربنا سبحانه وتعالى بعت سيدنا الخضر لسيدنا موسى وجه كسر في السفينة وقال له: انت خرجتها لتهلك اهلها، انت بتكسرها ليه؟ قال له: لا لن تستطيع معي صبرا. راح لقى ولد راح قاتله، قال له: ايه يا عم انت هتقتل نفس بغير حق؟ دي كده لقى الجدار مهدود راح جاي بنيه. كلكم عارفين القصص دي. طلعت ان السفينة بيكسرها عشان في ملك بيعدي كل سفينة حلوة بياخدها، فبوظها عشان ما تتاخدش من الناس الغلابة دي. هم ساعتها كانوا زعلانين على ان السفينة اتكسرت منها حتت، لكن ما يعرفوش ان ده رحمة ليهم لانها هتتاخد. اهل الولد اللي اتقتل او اللي مات ساعتها زعلوا ان ابنهم مات، لكن ما يعرفوش ان الولد ده كان هيبقى ولد عاق ليهم وهيشقيهم طول حياتهم وهم ناس كويسين، فربنا هيبدلهم بعيل يشيلهم ويطبطب عليهم، فخد ده الوحش عشان يديهم حاجه حلوه. هم ما يعرفوش ساعتها كده، فكانوا ناقمين وزعلانين. العبره الاخيره بقى، السور ده اقامه عشان ايه؟ عشان ابوهم راجل صالح، فالكنز ده ما يضيعش. بصلاح ابوهم الكنز اللي شايله لهم ربنا هيحرسه لغايه ما يروح لعياله. بنقراها ما بنتعس. سيدنا موسى نفسه لما جت امه كان فرعون بياخد من كل اي عيل بيتولد بياخده، عشان قالوا له ان في ولد هينزل وهو هيبقى مش عارف ايه. عمل ايه؟ قال له ام سيدنا موسى ايه؟ قال لها: حطيه في تابوت وارميه في اليم، ارميه في النيل. اي ست بقى تقول لك: هو انا عشان انقذ ابني ارميه في النيل؟ طب ما اخبيه تحت السرير افضل. لكن اوامر ربنا، هو عارف ان هو هيترمى في النيل عشان يروح يتربى في بيت فرعون، عشان فرعون اللي يحميه علشان يطلع نبي، وهو اللي يحارب فرعون. ترتيباته هو. احنا ملناش علاقه بالترتيبات، احنا علينا الرضا وان احنا نتقبل حكمه. ما هو الصبر ايه؟ على ان انت تصبر على الابتلاءات. هتصبر على الحاجه الحلوه، هتصبر على الابتلاءات، فصبرك على الابتلاءات بتؤجر عليه. لكن اي ابتلاء يجي لي انا انقم بقى وليه يا رب اشمعنى انا؟ ما عبد الستار انت عطيله، ما خميس انت راكب عربيات. انت ما بتقسمش ملك ربنا، ولا بتقول انت تبتليني امتى وما تبتلينيش امتى، ولا ابتليتني ليه. لا، انت تمضي في حياتك متقبل كل اللي يحصل من ربنا سبحانه وتعالى وراضي بيه علشان تؤجر عليه، والا مش هتؤجر ومش هيديلك، لان هو عارف الخير امتى وفين لازم يجيلك، مش انت اللي تحدد. يمكن ال10 جنيه اللي في جيبك اللي مش عاجباك دي دلوقتي هي دي اللي انت ممكن تمشي بيه، لكن قدام ممكن تتعب، فانت محتاج مليون فهيديهم لك قدام. تستعجلش على ربنا سبحانه وتعالى، تتقلاش عليه وتقول له ليه عطتني وليه ما عطتنيش. هو حر في ملكه، هو حر يديلك امتى وما يديلكش امتى، ويمنع عنك الخير امتى ويبتليك امتى. بتاعته هو، مش بتاعتنا احنا. احنا علينا الصبر فقط لا غير. اللهم اجعلنا من الصابرين الحامدين الشاكرين يا رب العالمين، ويتوب علينا ربنا.